دي بنتلي بنتيجيا موديل 2018، والارقام اللي انت شايفها دي تعمل لها 80,000 درهم اماراتي اللي هي 66066. العربيه دي موديل 2018 يعني دي مش زيرو، فلك ان تتخيل الجمال والفخامه. ده مش موديل 2022 ولا 23. خليني اقول لك معلومات اساسيه عن العربيه دي. هي موتورها 12 سلندر بيطلع 600 حصان توين تيربو، وبتطلع في حدود 900 نيوتن متر، ومعاها فتيس اوتوماتيك 9 سرعات. وهناخد لفه الاول على شكل العربيه كده من بره. وزي ما انا قلت لكم قبل كده لو تفتكروا، او اتصورت صوره على الفيسبوك على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، العربيه دي موجوده في شرطه دبي وشرطه ابو ظبي. عربيه من العربيات الجميله جدا جدا، تعمل لها 8 مليون 6 مليون في حدود الحاجه دي. يعني عارف انت ما بنحسبش الحاجات دي دلوقتي. تعال ندخل جوه، نفتح العربيه، نبعد الكاميرا. الداخليه القمر بتاعه العربيه، وانا كل ده لسه ما طلعتش قدام. ها فايه، خليك معايا واحده واحده. عندك تحكم كامل في التكييف بتاعك هنا، ويو اس بي وفاست تشارج وكل بقى الحاجات دي. والباب شافت، دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني لو ما كانش شافت انا ما كنتش هشتري العربيه دي. الكرسي ايزي انتري واكزيت، يعني انا لما جيت دخلت دلوقتي بيرجع للوضعيه اللي انا كنت عاملها اخر مره. وده شكل العربيه يا جماعه، ده شكل العربيه اهي. عربيه فخمه جدا ما شاء الله. عندك الكراسي هنا في بقى لمبر سبورت، في بيطلع بقى الحته اللي قدام اللي هي ايه اللي قدام دي، في لمبر سبورت الجزء اللي ورا، في كل بص يعني في كل حاجه في الكرسي. عايز ادخل اوريكم العربيه من جوه، واوريكم الخامات المستخدمه بتاعتها، والابانوس اللي موجود بتاع العربيه، والتقفيل بتاعها، والالوان المبهجه، والفرش الالكنتارا او الخامه اللي هي الكنتارا اللي موجوده في السقف بتاع العربيه. بصوا عامله ازاي، حاجه يعني محترمه جدا، مع فتحه السقف البانوراما وعلامه البنتلي. المفتاح لوحده اصلا مبهج ما شاء الله. طب ايه، ندخل جوه. لا الكرسي خطير بصراحه، بس انا محتاج ان انا ارجع الكرسي شويه ورا. وتعالى اسمعك عزل الصوت بتاع العربيه. تعالى كده نقفل. قفلنا. يلا بقى ايه، نهدل كده الموبايل. عندك هنا ايه الزرار ده اللي ستارت ستوب، ده اللي بيدور العربيه. انا حرفيا يا جماعه عزل الصوت بتاعها انا حاسس ان في زنه في وداني من كتر ما هو مفيش صوت. فبندوس فرامل وبنعمل كده. الطاره طبعا بتنزل تحت. حلو الكلام ده. نشغل طب التكييف معلش عشان ايه الدنيا حر شويه. خليه سنك بس، بلاش يبقى اي سي ماكس. ونجيبها على السبورت وخليها على البي، ونسمع كده الصوت. طب اسمعه لكم عشان هو عزل الصوت كويس فانتوا مش هتسمعوا. في صوت كراكل بسيط جدا جدا جدا، فمش هتسمعوه للاسف. ايه رايكم في شكل العربيه من جوه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خامات نظيفه، الفرش لونه جميل جدا جدا. العربيه بصراحه فخمه قوي قوي ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبها يا رب. عايز بقى ايه اوريك في النص هنا شكل العربيه عامله ازاي. بص حتى هنا انت ده بتشغل الكاميرا، بتشوف البحر اللي ورا. وعندك هنا طبعا انظمه القياده، هنا سبورت، وهنا في نظام سواقه اسمه بنتلي. وعندك هنا الكومفورت والكاستوم اللي انت ممكن تعمله زي ما انت عايز، وده الاوتو ستوب بتاع الموتور علشان العربيه ما تبطلش لو انت واقف في اشاره. وهنزل تاني من العربيه وهوريكم شكل العربيه من بره. انا مش عايز اتكلم لكم في حاجات تكنيكال قوي في العربيه، يعني مش هنطلع نجربها ولا اقول لك دي ماشيه عامل ازاي ولا الكلام ده. لا هي عربيه حلوه، فانت ايه ملي عينك من العربيه، بس ملي عينك كده وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بس كده. ايه رايك في الاموره دي من جوه؟ بسم الله ما شاء الله بصراحه جميله 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 جميله. بص حتى التفاصيل، بص البريك بادل، بص مكتوب عليه علامه البنتلي جميله. طيب ناخد نظره سريعه تاني على العربيه من بره. ايه رايكم في القمر ده؟
شكلها حلو مع البحر، يعني مع البحر اللي ورا ده شكلها بصراحة جميل جدا جدا جدا. هي لايقة مع الأجواء الجميلة اللي احنا عايشينها هنا الحمد لله. فقولي رأيك في العربية دي، لو انت معاك 6-7 مليون جنيه تشتري العربية دي ولا ما تشتريهاش؟ هستنى رأيك في التعليقات. شكرا، سلام عليكم.